أحبابنا المستمعين، أهلا وسهلا بيكم في رابع حلقات برنامجكم 30 يوم سعادة، ومعاكم أحمد البنداري. في البداية بحب أشكركم على تفاعلكم معنا الحلقة اللي فاتت. حقيقي تعليقاتكم كانت أكتر من رائعة، ولو حد بيسمعنا دلوقتي وما سمعش الحلقات اللي فاتت يقدر يسمعنا على اليوتيوب بعنوان بودكاست 30 يوم سعادة. وبالنسبة لحلقتنا النهاردة عنوانها والله لسه بدري، والأيام بتجري دم البدي بدري، والأيام بتجري والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام، والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام. ورجعنا لكم تاني. فعلا والله لسه بدري يا شهر الصيام. ضيف خفيف أوقاته روحانية وجميلة وبيعدي بسرعة. لسه كنا بنحكي معاكم في بداية الشهر الكريم، ودلوقتي اهو في آخر حلقة من حلقات البرنامج. أحباب المستمعين، تعالوا نفتكر كده مع بعض روحانيات وطقوس الشهر الكريم، من أول الصيام ومجاهدة النفس، مرورا بالمواظبة على الصلاة وقراءة القرآن. ومن الحاجات الجميلة كمان في شهر رمضان تجمع العيلة على الفطار. ومع كل ده بنقدر نروح شغلنا رغم عدد ساعات النوم القليلة، وبنحس براحة نفسية كبيرة طوال الشهر الكريم. سؤال بقى، ليه مش بنكمل كده بعد رمضان؟ هو رب شهر رمضان مش رب باقي شهور السنة؟ لنحرم نفسنا من الروحانيات دي. في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الحديث الشريف ده طلعت المقولة الشهيرة: قليل دائم خير من كثير متقطع. جميل إننا نحافظ على قراية القرآن الكريم يوميا، حتى لو صفحة منه، على قد ما نقدر عشان بس نواظب عليه. جميل إننا نواظب على الصلاة، على الأقل لما نسمع الأذان نسيب اللي بنعمله ونقوم نصلي. وبمناسبة القرآن والصلاة، كنت قريت حاجة جميلة قوي عجبتني زمان، حابب أشاركها معاكم. كان في ناس بتقول دايما: لو عايز تكلم ربنا قوم صلي، ولو عايز ربنا يكلمك اقرأ القرآن. تخيل معايا كده، في أسهل وأجمل من إنك تلاقي وسيلة تكلم بيها ربنا أو ربنا يكلمك؟ جميل كمان إننا نواظب على أعمال الخير طوال السنة. زي ما كنا بنهتم بإفطار صائم في رمضان، ممكن نهتم كمان بإطعام جائع في باقي شهور السنة. بالمناسبة صحيح، احنا في شهر رمضان، اوعى تنسوا زكاة الفطر. ونصيحة، لو انت قادر وربنا موسع عليك، ما تطلعش 35 جنيه بس الحد الأدنى للزكاة، زود المبلغ شوية على قد ما تقدر. يا أخي ساعد المحتاجين على قد ما تقدر، وسعها على الناس علشان ربنا يوسعها عليك. حاولوا كمان تخصصوا وقت تتجمعوا فيه على قد ما تقدروا، زي ما كنا بنتجمع وقت الفطار. أنا عارف ان النظام ده بعد رمضان، وخصوصا عند ناس كتير قوي، بيختلف من كل واحد للتاني، بياكل في الوقت اللي بيناسب ظروفه. لكن مش هنخسر حاجة لو اتجمعنا حتى يوم في الأسبوع. احنا ناقصنا كتير حقيقي من الود والدفء اللي كنا دايما بنتجمع بيه في رمضان. والله لو حاولنا نحافظ على الحاجات دي، حياتنا هتختلف كتير إلى الأحسن. ودايما ندعي ربنا إنه يثبتنا بعد رمضان.
وفي النهاية ربنا يتقبل منكم جميعا صالح الأعمال، وكل سنة وانتوا طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك، ويا رب كل أيامكم تكون أعياد. وبلاش تاكلوا كحك كتير، خفيف خفيف كده يعني. وأتمنى أكون قدمت حاجة مفيدة لحضراتكم أنا وصديقي أستاذ محمد خضر على مدار حلقات الشهر الكريم من بودكاست 30 يوم سعادة. وبإذن الله نتقابل في بودكاست جديد بعد أجازة العيد. وكان معاكم أحمد البنداري.